السلام عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كيكة التريليتشا التركية. هنعملها في الطاسة بطريقة سهلة وبسيطة وبدون فرن، وكمان مش هتاخد منك وقت خالص، وهتطلع معاكي ناجحة جدا للمبتدئين. لو انتي اول مرة تعملي كيكة ونفسك تدوقي كيكة التريليتشا التركية، او حاليا اسمها المسخسخة، مش هتشتريها من بره غالية كده ولا بسعر عالي وكمان قطعة صغيرة. لا، احنا هنعمل طاسة مقاس 26. هنعملها في 10 دقايق وطعمها بجد في منتهى الجمال. مش بس كده، في الفيديو ده كمان هقولكم ازاي تعملوا كراميل نغطي بيه طبقة كيكة التريليتشا. حلو قوي لامع، طعمه بجد في منتهى الجمال، لا هيكتل منك ولا هيبوظ ولا اي حاجة، وهيطلع معاكي بجد حلو جدا وفي منتهى الجمال. طعمه وريحة وقوام مناسب جدا للكيكة. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الطبقات حلوة قوي. هنعمل طبقة كيكة وهنعمل كمان طبقة كريمة وهنعمل طبقة صوص الكراميل بتزيين كمان من فوق كده، اللي هو التزيين التقليدي لكيكة التريليتشا التركية. بجد حلوة جدا. تابعوا الفيديو للآخر واتبعوا الخطوات، وان شاء الله تطلع معاكم كيكة ناجحة جدا من اول مرة. يلا بينا بقى على الطريقة والمقادير، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل، والشير كتير بقى عشان الكل يستفاد من الوصفة. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنجهزها مع بعض، هنجيب طاسة كده تكون غويطة شوية، وهنحط فيها كوباية من مج الشاي العادي سكر، يكون السكر حبيباته ناعمة. هنحطه بقى في الطاسة ونسيبه بدون تقليب خالص، ومش هنيجي جنبه خالص. كل اللي هنعمله هنمسك الطاسة كل فترة ونهزها بالشكل ده. اول لما يبتدي يسيح معايا ويدوب تماما بالشكل ده، هبتدي اجيب بقى كده المضرب السلك اليدوي العادي خالص، وابتدي اقلب تقليب بالشكل ده بسيط، عشان لو في اي قطع كده من السكر ما دابتش نبتدي ندوبها وتدوب معانا بسهولة جدا. بس اهم حاجة في بداية ما نحط السكر ما نقلبش خالص لحد لما يدوب معانا على الاقل خالص 90%، يعني 10% بس كده ما دابوش نبتدي ندوبهم بالمضرب. اول لما تدوب معايا تماما بالشكل ده، هننزل دلوقتي بمعلقة كبيرة من الزبدة. ما ينفعش نستبدل الزبدة بزيت ولا سمنة خالص، لازم تكون زبدة، والزبدة تكون غير مملحة. هنقلب بقى بالمضرب كويس، تخلي بالك طبعا من ايدك، علشان في الخطوة دي اول ما بتحطي الزبدة بتبتدي تفور وتطلع دخان جامد جدا، فخلي بالك من ايدك علشان ما تتلسعيش ولا يحصل اي مشاكل في ايديكي. تمام، هيبقى بقى معانا بالشكل ده. اول لما الزبدة تسيح هننزل بقى دلوقتي بنص كوباية من اللبن، هنحط فيها معلقة صغيرة من النشا، وهنقلبها كويس، ونحط كمان عليها كيس من الفانيليا البودرة. ده اختياري مش اجباري، ممكن تحطيه وممكن لا. هنبتدي بقى دلوقتي ننزل بشوية بشوية من اللبن ونقلب كويس. في الخطوة دي هتحسي ان الخليط بيتكتل معاكي، ما تقلقيش خالص، استمري في التقليب وهو هيدوب تماما. الخطوة دي برضو من الخطوات الخطيرة جدا، خلي بالكم علشان برضو بتطلع دخان وبتفور معاكي وانتي بتحطي اللبن كل مرة، فخلي بالك من ايديكي وخلي بالك برضو ما يكونش جنبك اطفال، علشان يعني ما تتلبخيش وتحصل اي مضاعفات. تمام، بعد ما حطينا بقى اللبن كله هنقلب كويس قوي، ونتأكد ان كل المكونات دابت معايا. يعني هنقلب لمدة كده دقيقة او دقيقتين، وبعد كده بنطفي النار وبرضو نستمر في التقليب دقيقة كمان بعد ما نطفي النار، وبعد كده بنسيبها تهدى شوية، وننزل بقى بيها دلوقتي في اي بولة عندك. بصوا ما شاء الله حلو جدا، مفهوش اي كتل، سايل تماما وحلو في منتهى الجمال، ريحته بجد جميلة جدا. بصوا ما شاء الله اللون حلو ومميز، وبجد هو ده اللون المظبوط للكراميل بتاعنا، ولامع وجميل جدا. تمام، هنسيبه بقى دلوقتي على جنب يبرد تماما. دي كده اول خطوة بنجهزها في كيكة التريليتش. يلا بينا دلوقتي نجهز الكيكة. هنعمل دلوقتي كيكة الطاسة الفانيليا. هنعملها بسهولة. هننزل بقى دلوقتي في بولة
ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وهنزل عليهم بكيسين من الفانيليا البودرة، او لو عندك فانيليا سايلة حطي نص معلقة، وهنزل كمان بنص كوباية من السكر الحبيبات وناعمة. تمام جدا. هنقلب بقى دلوقتي قوي لحد لما الخليط يفتح لونه ويتضاعف حجمه كده، حاجة بسيطة. الخطوة دي مهمة، مرحلة التقليب كويس السكر والبيض والفانيليا مهمة جدا، ما تستهونوش بيها عشان تخليلي الكيكة هشة وطرية جدا من جوه. تمام. بعد ما قلبنا كويس واللون افتح زي ما انتم شايفين، هننزل دلوقتي بمعلقة كبيرة من الزبدة، والزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. وهنزل دلوقتي كمان ب3 معالق كبار من الزيت، ادي 1 2 3. تمام جدا. هنقلب بقى دلوقتي الزبدة والزيت مع الخليط كويس قوي لحد لما نلاقي كده الخليط كله تجانس مع بعضه. تمام جدا. بعد لما قلبنا بقى الخليط كله مع بعضه بالشكل ده كده المواد السائلة كلها، هنبتدي ننزل بكوباية من الدقيق هننخلها. وخطوة النخل دي مهمة برضو في ان الكيكة تبقى هشة معايا. تمام زي الفل. نخلنا بقى كوباية الدقيق، هننزل بقى دلوقتي بنص معلقة من البيكنج باودر، وهنزل كمان بنص معلقة من البيكنج صودا. والبيكنج صودا في الوصفة برضو ضرورية جدا ومهمة علشان الكيكة تبقى ناجحة وهشة معايا جدا. هنقلب بقى كويس جدا، وهننزل بقى دلوقتي بنص كوباية من الحليب بدرجة حرارة الغرفة. ضروري جدا البيض والحليب والزبدة يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. هنقلب بقى كويس. لو الخليط كان سايل جدا جدا معاكي هتحطي معلقة واحدة من الدقيق. لو لقيتي الخليط تقيل جدا معاكي هتحطي معلقة واحدة من الحليب. ما تقلقوش، الدقيق زيادة، المعلقة دي زيادة من الحليب او الدقيق مش هتأثر خالص في الوصفة، هتظبطها لي وهتخليها لي تمام. لو بقى لقيتوا الخليط بالشكل ده يعني مايل للسايل بس قوامه تقيل شوية كده، القوام اللي احنا عايزينه والمطلوب. هنيجي بقى دلوقتي للطاسة. هنجيب طاسة مقاس 26 وندهنها بشوية من الزيت بالشكل ده. ضروري جدا علشان الكيكة ما تلزقش معايا. ولو انتي متأكدة ان الطاسة بتاعتك ما بتلزقش ونوعها كويس، ما تدهنيش خالص زيت ولا اي حاجة. بس زيادة تأكيد انا بحب ادهن بشوية من الزيت علشان يعني زيادة تأكيد. هنحط الخليط بقى ونخبط كده خبطتين، وبعدين نغطي بقى الخليط بتاعنا ونسيبه على نار هادية زي الرز بالظبط لمدة 10 دقايق. تختبريه بخلة من المنتصف، لو طلعت نظيفة تمام، ما طلعتش نظيفة وطلعت فيها عجين بنسيبها شوية كمان ونسيبها تبرد تماما. وبعدين ننزل بربع كوباية من الحليب، عليهم معلقة صغيرة من السكر، ونبتدي نسقي بيه الكيك بتاعنا. وبعد كده هنجيب دلوقتي كريم شانتيه انا خفقته. طبعا انا عملت معاكم الكريم شانتيه قبل كده كتير، لو حابين اعمله تاني معاكم اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هعمل لكم فيديو مخصوص عنه. ده عبارة عن تلت كوباية من الكريم شانتيه الخام وتلت كوباية من المية الساقعة المتلجة، وكيسين من الفانيليا البودرة، ومعلقتين كبار من السكر البودرة. ضربتهم كويس لحد لما اداني القوام ده. هنزل بقى بكل المقدار الا معلقتين كبار، بسيبهم على جنب علشان هنحتاجهم في اخر الفيديو. هساوي بقى كده الكريم شانتيه. وهنا بعد ما سوينا الكريم شانتيه دلوقتي خليط الكراميل خلاص برد معايا تماما. هبتدي انزل بيه على طبقة الكريمة بالشكل ده. شايفين ما شاء الله الكراميل مظبوط جدا، طبقته حلوة ولا مكتل ولا في اي مشكلة خالص، ما شاء الله عليه. بجد جربوا وصفة الكراميل دي، بجد ناجحة ومضمونة لكل اللي اول مرة يعمل كراميل في حياته. تمام. هبتدي كده احرك الطاسة والكراميل هيبتدي يغطي كل الطاسة بالشكل ده زي الفل. هبتدي بقى دلوقتي اعمل ايه؟
هجيب بقى المعلقتين الكريمة اللي شلناهم على جنب، احطهم في كيس تلاجة عادي خالص، وافتحه فتحة صغيرة جدا. وبعد كده هبتدي ادي خطوط رايح جاي بالشكل ده زي الفل. زي ما انتم شايفين كده ابتديت ادي خطوط بالطول بالشكل ده. تمام، عادي خالص لو قطعت منكم الخطوط مفيش مشكلة، كملي وكل ده هيتدارى خالص ومش هيبقى فيه اي مشكلة. تمام، دول كده المعلقتين الكريم شانتيه اللي شلناهم على جنب وقلت لكم هنستعملهم بعد ما نغطي الكيكة بالكراميل. تمام جدا. هنجيب بقى دلوقتي خلة اللي هي خلة الأسنان العادية خالص، وبعدين هنبتدي بقى ندي خطوط رايح جاي. تمام، انا جبت بقى دلوقتي خلة الأسنان، هبتدي بقى ادي خطوط رايح جاي بالشكل ده. تمام جدا. بصوا بقى ما شاء الله بتدينا شكل حلو، الشكل التقليدي لكيكة التريليتشا التركية بمنتهى السهولة، اديناه شكل حلو. على فكرة يا جماعة الكيكة دي بجد طعمها خطير جدا، لازم تجربوها، سهلة وبسيطة جدا يقدر اي حد يعملها، وهتطلع ان شاء الله معاكم ناجحة جدا. لو عندك ضيوف جم على فجأة كده قومي اعملي الكيكة دي وممكن تقدموها مش في الطاسة، كمان ممكن تشيلوا اصلا الكيكة اول ما تستوي في طبق تقديم وتعملوا نفس الطبقات دي في طبق خارجي. تمام، مش هتبان خالص ان هي معمولة في طاسة، بجد هينبهروا بيها جدا ومش هيصدقوا ان انتي عاملاها في البيت وفي الطاسة كمان. وتقدروا كمان تعملوها كده لو تحلية سهلة وسريعة ومكسلة تقومي تعملي حاجة، قومي اعملي الطاسة دي، بجد مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود خالص، وهتتبسطي جدا من النتيجة وهتنبهري بيها قوي. تقدري تعملي كمان بنكهات تانية، يعني تقدري تحطي بدل صوص الكراميل تقدري تحطي نوتيلا سايحة، تقدري تحطي بشر شوكولاتة على الوش، تقدري تحطي سوداني على الوش، يعني ليها كذا فكرة ومليون فكرة للتزيين. تقدري كمان تعمليها كتورتة اقتصادية وبسيطة وسهلة كده تفرح ولادك. بجد طبقاتها بصوا ما شاء الله حلوة قوي متناسقة. وطبعا بعد ما بنزينها بنسيبها في الفريزر او في التلاجة لمدة كده محترمة كويسة علشان الطبقات كلها تتماسك من بعض وكله ياخد من نكهات بعض. بصوا ما شاء الله طبقة الكراميل لامعة جدا ومميزة كده وحلوة وشكلها يفتح النفس بجد. اتمنى تجربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم. مستنية تعليقاتكم على الوصفة لكل اللي يجربها ورأيكم ايه في فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل علشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي اول باول. وما تنسوش بقى الشير كتير للوصفة عشان الكل يستفيد. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.